معروف. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأبارك لأخي الحبيب يعني فضيلة الشيخ محمود عبد الحميد أن طاب غرسه، وأسأل الله عز وجل أن يقر عينه بذريته، وأن تكون يعني الذرية وذرية الذرية على الدرب وعلى طريق الله عز وجل. وأبارك للعروسين، بارك الله فيكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. ثم أما بعد، ما زالت الأمة تعيش في لحظات يعني حاسمة يعني في تاريخها، وهو ما حدث يعني بغزة، مما يعني قيل فيه يعني عرف الناس نفوسهم ورفعوا رؤوسهم. وهذه المشاعر التي استشعرناها في الفترة الماضية كنا نستشعرها عندما نقرأ تاريخ الإسلام والغزوات يعني في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، في عهد الخلفاء الراشدين، وفي عهود العزة للإسلام. ولكن مع تنكيس الراية ومع تسلط العلمانيين والطواغيت على بلاد المسلمين يعني صارت النكسات والهزائم، يعني حتى ظن كثير من المسلمين أن الإسلام يعني هكذا يعني مقرون به الهزائم، ولكن تاريخ الإسلام زاخر بالانتصارات. يعني الأصل أن الإسلام ينتصر لأن الله جل وعد المؤمنين بالنصر والتمكين، فهذا هو الأصل. والهزائم قليلة جدا في تاريخ الإسلام، ويكون لها سبب، يعني إما مخالفة أمر النبي عليه الصلاة والسلام كما حدث يعني في أحد، أو اغترار بالكثرة كما حدث يعني في بداية يعني غزوة حنين، ثم كانت العاقبة للمتقين ودالت الدولة على الكافرين. فالأصل أن الإسلام ينتصر، بل ينتصر مع قلة العدد والعدد. يعني في غزوة اليرموك كان عدد المسلمين 24,000 وانتصروا يعني على الروم، وكان عددهم 200,000. فتح إفريقية عدد المسلمين 20,000 وانتصروا على أعدائهم وكانوا 120,000. ولكن ما استشعرنا العزة يعني كما استشعرناها في الأيام الماضية. فهذه فائدة يعني أن المسلمين يعني فعلا رفعوا رؤوسهم وعرفوا نفوسهم، أن المسلم دائما هو الذي ينتصر، وأنه هو أولى بالنصر والعزة، لأن الله عز وجل كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. وقال عز وجل: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. قال المفسرون: هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل كتب في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها يعني أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم من عهود يعني طويلة ما رأينا مثل هذا الثبات ومثل هذا البذل الذي اطمأننا به على أن لله عز وجل جند في الأرض. ولا تنسب يعني بعض الجماعات الفضل كله لها، فإن المقاومة في غزة ما كانت من حماس وحدها، بل يعني كانت من مجموعة كما تعرفون من المقاومين، يعني منهم السلفيين ومنهم يعني غير السلفيين،
فليس الفضل يعني منسوبا يعني إلى جماعة وحدها بعينها، بل المسلمون كلهم كانوا متعاطفين يعني مع المقاومين يعني في غزة، وكانوا يستشعرون في غزة يعني قيمة الدعاء الذي يدعوه المسلمون يعني في المساجد، والتضرع والبكاء والابتهال يعني إلى الله يعني عز وجل. من هذه المعاني نقول يعني كنا دائما نقول لإخواننا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. كنا نقول دائما يعني بأن الواجب على المسلم أن يكون على العقيدة الصحيحة والفهم الصحيح للكتاب والسنة، وأن يبذل يعني من الجهد في الأسباب المشروعة لارتفاع دين الله عز وجل، والله تعالى يهيئ للأمة من الظروف والأحوال ما ترتفع به الراية ويصل المسلمون إلى الغاية. لا يتعجلون الصدام المسلح ولا تلهبهم العواطف أو يعملون أي عمل يظنون أنه يعني في عز الإسلام وهو لا يجلب إلا النكسات وإلا البعد يعني عن نشر دين الله عز وجل. وما حدث كان بالفعل تهيئ يعني من الله عز وجل، فأعداء الإسلام يحاولون أن يبعدوا الأمة عن أسباب عزتها وكرامتها من الجهاد في سبيل الله. والدعوة السلفية هي ليست يعني دعوة علمية أو مجرد يعني تعلم يعني العلم النافع والعقيدة الصحيحة والمنهج الصحيح، ولكن الدعوة السلفية تدعو يعني إلى أن يعود الناس يعني إلى ما كان عليه السلف رضي الله عنهم من العلم، من العمل، من المعتقد، من الهدي، من السمت، من البذل، من التضحية، من الجهاد، من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فكيف نغفل أو كيف يظن الناس يعني أن السلفيين يعني لا يعترفون بالجهاد أو لا يبذلون في الجهاد؟ فالجهاد ذروة سلام الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. وقال: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. وسئل: أي المؤمنين خير؟ قال: مؤمن مجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. قيل: ثم أي؟ قال: مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله ويدع الناس يعني من شره. فلا يمكن أن تصير الأمة عزيزة كريمة إلا بالجهاد يعني في سبيل الله عز وجل. فهذا معنى آخر ينبغي أن نستحضره في أذهاننا. أيضا آن للأمة بعد أحداث يعني غزة أن تطلب النصر من عند الله عز وجل. فالأمة منذ يعني عقود يعني كثيرة وهي إما أن ترتمي في حضن الشرق الكافر أو الغرب الكافر، مرة تنحاز إلى روسيا، مرة تنحاز إلى أمريكا، يطلبون النصر من روسيا مرة ومن أمريكا مرة. فآن للأمة أن تطلب النصر من عند الله عز وجل. وقد نصر الله عز وجل المجاهدين في غزة مع قلة العدد والعدد، نصرهم الله عز وجل وقد خذلتهم قوى الأرض، وقد خذلتهم يعني قوى الأرض سواء يعني من اليهود الذين تسلطوا عليهم ومن وراءهم من الأمريكان وأوروبا الغربية الكافرة والطواغيت الذين لا يحكمون بشرع الله عز وجل ولا يحافظون إلا على عروشهم وقروشهم وكروشهم، لا يريدون أن